الوصفة دي من أكتر طرق الفراخ اللي باحب أعملها جدًا، وباحس إنها مميزة جدًا كطعم، وكمان إن هي مش بتوقّفِك في المطبخ كتير، بتعمليها بسرعة جدًا، وبتبقى أكلة مميزة وحلوة أوي. تعالي أقول لِك عملتها إزاي. أول حاجة هنا أنا قطّعت الفراخ انصاص زي ما أنتِ شايفة كده، دول كانوا فرخة ونُص، وحطيت عليهم تقريبًا كيلو أو كيلو وربع من البصل، قطعته الأول في الكبة خِشن شوية، حطيت عليه ملح وفلفل أسود وسِنّة كمون مش كتير، وبدأت إن أنا أدعك البصل ده كويس جدًا، 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 وحطيت البصل جوّه الفراخ من جوّه ومن برّه زي ما أنتم شايفين كده وتحتها، وضِفت لها نُص كوباية من المَيّة ومعلقتين من الزيت، أحطها على النار 10 دقايق، وبعد كده بدأت إن أنا أوطّي النار وكمان غطيتها بفويل كويس جدًا بطريقة محكمة. خلاص بعد ال10 دقايق بابتدي إن أنا أكون بقى مولّعة الفرن كويس أوي، ودخّلتها الفرن على الشبكة في النُص، مولّعة الفرن فقط لا غير. وبعد ساعة بالضبط كانت الفراخ تقريبًا استوت، أنا فتحت كده عليها الفويل لقيتها أصلًا دايبة وجميلة جدًا، جدًا. عايزة أقول لكم إن الفراخ دي حمرا، فراخ حمرا مش فراخ بلدي ولا فراخ بيضا، دي فراخ حمرا بتعمل أصلًا شوربة طعمها حلو أوي، جرّبتها كتير، يعني حلوة بتعجبني بصراحة. هنا بدأت إن أنا آخد من الصوص زي ما أنتم شايفين وأحط عليها علشان أحطها كده تحت الشواية دقيقتين، لإن كنت مستعجلة، لكن لو أنا مش مستعجلة هاكشف الفويل وهاسيبها تتحمر في الفرن براحتها. عايزة أقول لكم إن المَيّة بتاعتها اللي أنا حطيتها ما خلصتش، يعني أنا حاطة نُص كوباية وفضلت النُص كوباية موجودة أصلًا، وده لإن الفراخ بتنزّل مَيّتها لمّا بنغطيها بالفويل. ومش قادرة أقول لكم لونها وطعمها وشكلها كان عامل إزاي، بجد تحفة، جربوها هتعجبكم أوي.